الزمالك النهارده اصبح واحد بيدير النادي، بيقطع في رموته. حماده امام اللي خلانا زملكاويه، حماده امام اللي خلانا ما كنتش اعرف يعني ما كنتش اعرف لا الزمالك فين. حماده امام النهارده بطلع بقول في التلفزيون انا عملت الجنازه بتاعت حماده امام ب 300,000 جنيه. حماده امام يا جماعه ده كلام يتقال؟ محمود طاهر ممكن يقول كده؟ كابتن طارق سليم الله يرحمه ممكن يقول كده؟ ممكن الناس دي تقول كده؟ يعني انا مستغرب من الكلام ده. وبعدين الراجل قاعد بيجرح في كل الناس، ما حدش بيقول له عيب. ما حدش بيقول له عيب، الناس دي خدمت النادي. يعني ما حدش بيقول له عيب، ده ما يتمنع من دخول النادي. واحد يقول على مدرب ساب نادي الاسماعيلي وعشان بيحب النادي وواحد ابن النادي ولعب في اكبر انديه في العالم، يقول عليه الالفاظ اللي بتتقال دي. يا جماعه حاجه مش معقول، والبلد سايباه، يعني البلد سايباه ما حدش بيحاسبه. يعني البلد سايباه بيعمل اللي هو عايزه، وحد بيحاسبه، ما حدش بيقول له عيب. يعني ما حدش يقول له عيب. اما الاخ بقى فاروق جعفر، فاروق انا اللي مطلعك من السجن ومش عايز اكشف ورقه عشان ما الناس ما تضربش، وانا اللي جبت زوجتك الفاضله ست جيهان عندي في المكتب وانت قاعد، قالت لي زور يا استاذ مرتضى واكرهني ان انا اكتب بالاكراه، وانا رحت معاك المحكمه، وانا اللي منعتها من دخول النادي بسببك. لكن يفترضك اتشالت من على الجنينه لانك انت كان عندك حكم انك انت اكرهت مراتك انها تنقل لك ملكيه الحاجات بتاعتها، مش كده؟ وانت عارف مين اللي شاد ضدك يا فاروق؟ سيف ابنك، معرفش بنته اسمها ايه وبنتك، تخيل؟ فاروق روح ادفع فلوس العربيه بتاع احمد ايوب بتاع تاجر العربيات عشان كل يوم يجي يطلبها مني انا. خدت عربيه من الراجل مش عايز تدفع فلوسها. فاروق جعفر اشترى فيلا في مارينا، فيلا رقم 65 في بوابه 5. اشتراها من فاروق صبري المؤلف المعروف المحترم. بس اشتراها باسم مين؟ جيهان مراته. عشان هو انت فاروق بتكسب ايه عشان الملايين دي؟ هو بيخلص مصالح. انت ليك موضوع في محافظه القاهره اديني كام واروح اخلصه، يروح المحافظه. انا فاروق اتفضل يا استاذ فاروق، والله عندي ابن اختي ابن عمتي زي الراجل اليمني بتاع 7 اب ده، ماشي؟ فلسات مستشار ما تنساش تكلم الاستاذ فاروق صبري توثيق الشهاده الخاصه بفيلا مارينا. الاستاذ فاروق صبري قال لي محمود سعد النهارده فاروق دفع 5.5 مليون جنيه، وربنا يشاء كده وقال انا اتفقت مع المستشار مرتضى على توثيق هذه الشهاده. ما تنساش ان ميعاد القضيه يوم 14/4، وشكرا على تعبك الشديد اخوك فاروق جعفر. خلي بالك ما خدتش منه ولا مليم لغايه دلوقتي. يبقى مين اللي حاميك في البلد يا فاروق؟ انا. حاميك من مراتك، حاميك من شيطانك. ولد ما اسمعش صوتك تاني. حابب تقول ايه يا فندم المهندسين؟ يعني العشره والعمر 30 35 40 سنه بيني وبينه. هو رئيس النادي. كنا يعني صحاب، احنا اصحاب واخوات وحبايب. لو كان في اي خلاف او وجهات نظر كلها لمصلحه النادي. هو الكلام اللي وصل له او اللي نقل له كلام اتنقل الكلام غلط. واتي